النهاردة هنتكلم عن صبي العلمة. صبي العلمة اللي دايما كان يقول جملة شهيرة جدا: الله عليك يا قبلتي. الكلمة دي مشهورة في عديد من الأفلام العربية عن وجود الشخص الرجل الذي يوجد خلف العلمة أو الرقاصة باستمرار، ولكن عندما نبحث في حقيقة مصر نجد أن صبي العلمة في مصر حقيقة تعود إلى عام 1862، وكتير مننا سمع أو استخدم كلمة صبي العلمة دون ما أن يعرف إيه سبب التسمية. صبي العلمة هو الرقاص أو الشخص اللي كان بيقف باستمرار في إيده طبلة وبيقوم بجمع المال ورا الرقاصة أو العلمة وبيقول لها: الله عليك يا قبلتي. والصورة دي صورة قديمة جدا من سنة 1862.